قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كما ورد في الآية 36 من سورة الأحزاب. السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعي قناة معرفة الصواب، معكم عباس جميل السلطاني. سألني أحدهم عن سبب نزول هذه الآية الكريمة. نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش، حيث خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتاه زيد بن حارثة، فامتنعت من إنكاحه نفسها. ولكن هذه الآية تأخذ أبعادا لتنطبق على جميع المؤمنين والمؤمنات وعلى طول الدهر، فلا يحق لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم حكما أن يخالفوه بأن يختاروا غير الذي قضى فيهم، ومن يعص الله ورسوله فقد بعد عن طريق الصواب بعدا ظاهرا. ولكن للأسف الشديد قرأنا في تاريخنا الإسلامي الكثير ممن خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعصوا أوامر الله ورسوله، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطردهم من حضرته، فتكون شهادة بأنهم ليسوا بمؤمنين بل هم في ضلال مبين، كما صرحت الآية المباركة بذلك. قال تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، كما ورد في الآية 114 من سورة الشعراء. فلو كانوا الذين خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أوامر السماء لما اضطر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بطرد بعض أصحابه يوم رزية الخميس. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فتطردهم فتكون من الظالمين، كما ورد في الآية 52 من سورة الأنعام. وقال تعالى: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، كما ورد في الآية 30 من سورة هود. فلو كان بعض كبار الصحابة ممن نصر رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم لما قام بطردهم، فهم ليسوا مؤمنين وليسوا ناصرين لله ورسوله، بل هم ضالين مضلين. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتبع أهواء المعاندين أو يساوم على دينه أو يؤثر إرضاءهم فقام بطردهم. شكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا تحياتي محدثكم عباس جميل السلطاني.